الكلمة 28 زكاة الفطر. الحمد لله المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على رسوله محمد أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه الكرام النجباء. أما بعد، فإن شهركم قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فاجتهدوا فيما تبقى من هذا الشهر واهتموا بما يقربكم من الله الجليل. أيها الإخوة، قد شرع الله تعالى في آخر هذا الشهر عبادات تقربكم من الله تعالى رحمة منه وإحسانا، ومن ذلك زكاة الفطر، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. والحكمة من مشروعيتها أن فيها إحسانا للفقراء والمساكين لكي يشاركوا الأغنياء فرحهم بالعيد، فيكون يوم العيد يوم فرح وسرور للجميع، كما أن فيها جبرا لمن قد يكون من النقص والخلل من الصائم، فإن الصائم في شهر رمضان قد يعتري صومه ما قد يعتريه من النقص والخلل، وكل معصية تقع من الصائم تنقص من أجل صومه، فشرعت زكاة الفطر جبرا لهذا النقص والخلل، كما أن فيها شكرا لنعمة الله تعالى على الصائم أن بلغه شهر رمضان ووفقه لفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. وزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وكان الطعام عند الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو التمر والبر والشعير والزبيب والأقط، فكانت هذه الأصناف الخمسة هي الطعام السائد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: إن الواجب في إخراجها أن تخرج من الطعام الذي يقتاته الناس من غالب قوت أهل البلد، ولذا فلا بأس أن تخرج في وقتنا الحاضر من الأرز، لأنه قوت يقتاته الناس وطعام طيب، ولا يجزئ إخراجها نقودا، وإنما يجب إخراجها طعاما في قول جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإخراجها طعاما مع وجود النقد في زمنه عليه الصلاة والسلام، وحتى تبرز هذه الشعيرة وتتميز عن زكاة المال وغيرها، فإخراجها طعاما يراها الصغير والكبير وعامة الناس يجعلها شعيرة ظاهرة في المجتمع، بخلاف ما إذا أخرجت نقودا فلا يصبح فرق بينها وبين زكاة المال. ومقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادل كيلوين وربعا من الأرز تقريبا، أي كيلوين ونصف إلى 3 كيلو إذا كانت ستخرج من الأرز. ولو احتاط المسلم وأراد أن يخرجها 3 كيلو جرامات خروجا من الخلاف في تقديرها فهذا هو الأحوط، وما قد يزيد عن الواجب ينويه صدقة. أما وقت وجوبها فتجب بغروب الشمس ليلة العيد، ويترتب على ذلك أنه لو مات إنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه، وأما لو مات بعد غروب الشمس ليلة العيد ولو بدقيقة واحدة فيجب إخراج زكاة الفطر عنه، كما أنه لو تزوج إنسان ودخل بامرأته قبل غروب الشمس ليلة العيد لازمه أن يخرج زكاة الفطر عنها، ولو كان بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يلزمه، كما أنه لو ولد الإنسان مولود قبل غروب الشمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه، ولو ولد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه، لكن العلماء استحبوا إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في البطن إذا كان عمره 4 أشهر فأكثر. وأما وقت الجواز فيجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى ذلك فيكون أول وقت لإخراج زكاة الفطر هو غروب شمس اليوم 28 من رمضان، ويمتد وقت زكاة الفطر إلى صلاة العيد، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة. أما إخراجها بعد صلاة العيد فلا يجزئ، لقول ابن عباس: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، ويجوز إعطاؤها لمن يقبلها ممن لم يظهر عليه غنى وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها من قبلها. ويجوز دفع عدد من الفطر لمسكين واحد، ويجوز دفع الفطرة الواحدة لأكثر من مسكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج وهو صاع ولم يقدر عدد المساكين. وينبغي للمسلم أن يحرص على إخراجها طيبة بها نفسه، وأن يختار أطيب الطعام،
ولا يتبعها بمنة ولا أذى، فإنها صاع واحد في العام، فينبغي أن يحرص على تطبيق السنة في إخراجها. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، وجد علينا بفضلك ورحمتك وامتنانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه